السلام عليكم ورحمة الله. هذا سباق نهائي 3000 موانع ملتقى زوريخ يوم 28 أوت 2025. رجعوا على السباق مشاركة ديال العداء الشاب صلاح الدين بن يزيد، وكذلك الريزلطات ديالو، النتيجة ديالو اللي كانت جد مشرفة. مشاركة ديال مجموعة من العدائين المتألقين بحال سيريمي، بحال باتريك اللي كان جا الثاني في ملتقى الرباط وراء سفيان بقالي. الارانب ما داروش شي دور كبير لان السباق مشى تكتيكي. لاحظوا انا الارانب يعني غادا في الريتم ديالها والعدائين ما تبعوش. الاسباب هي انه سباق نهائي، وهذا شيء جيد بالنسبه لصلاح الدين بن يزيد لانه جرى سباق تكتيكي وغيكون شبيه بنهائي بطوله العالم اللي تكون في طوكيو، سباق للتجربه، وكذلك بين على انه عنده مؤهلات ديال واحد البطل في المستقبل ان شاء الله. فاكيد ان المدرب تلمساني فهو يقوم بعمل رائع مع هذه النخبه من العدائين المغاربه. هو اللي كيتريني بالبطل المتالق، بطل العالم والبطل الاولمبي سفيان بقالي. هادو هما الامتار الاخيره، تنافس كبير بين باتريك وكذلك سيريمي. فكتشوفوا هنايا السرعه النهائيه ديال باتريك بجوجهم، سيريمي وباتريك خص الحذر منهم. اذا 8 تسعود كرقم نهائي في السباق، ثم صلاح الدين بن يزيد في المركز الثالث. وهادو هما العدائين اللي غادي يتنافسوا على البوديوم في غياب طبيعه الحال بقالي اللي ما كانش في هذا السباق هذا، وفي غياب كذلك لاميشا كيرما. فهاد العدائين اللي كتشوفوا حاليا صلاح الدين بن يزيد، سيريمي وباتريك هما اللي غادي يتنافسوا على المراكز الاولى في بطوله العالم. غنضيفوا ليهم لاميشا كيرما وكذلك البطل المتالق المغربي سفيان البقالي. غادي نشوفوا الارقام اللي ترياليزات اللي تحققات في هذا السباق. فهناك صلاح الدين بن يزيد اللي جا في المركز الثالث، نشوفوا الارقام ديالو، نشوفوا لي كرونو اللي دار، نشوفوا لي باساج ديالو. 2000 متر دازت في 5:31. السباق كما قلت تكتيكي، الريتم ما كانش سريع. خصك تعرف انك كيفاش تجي من ثلاثه الاوائل. كيفاش سال السباق صلاح الدين بن يزيد؟ ففي الدوره الاخيره مشى ب 16 في كل 100 متر، وفي الاخير فيناها ب 14 الثانيه. الشيء اللي خلاه انه يحسم المركز الثالث لان كان تنافس بينه وبين عداء اخر، العداء دانيال اللي من اسبانيا. ربما طرحوا السؤال لسفيان بقالي، فما كاينش شي مصدر رسمي تيبرر الغياب ديالو. فربما السيد كيبريباري لبطوله العالم لانه فايت لي يربح الدوري المسي جوج ديال المرات، فهو مكونسونطري على اهداف ان شاء الله تكون كبيره في المسيره ديالو الرياضيه. شكرا لكم والسلام عليكم.